نعمل النهارده مع بعض وصفة لحمة بالخضار سهلة وبسيطة وسريعة جدا، ما بتاخدش أي وقت غير وقت تحضير بس الخضار. أقولك على طريقة التسوية تطلع معاكي اللحمة والخضار دايبين بالشكل ده كده، شايفين ما شاء الله. انت جايه من شغلك تعبانه ومش قادره تقفي في المطبخ كتير، يبقى هي دي الاكله اللي انت بتدوري عليها. يلا نبدا نشوف عملناها ازاي. قبل ما نبدا نسمي بالله نصلي على حبيبنا شفيعنا رسول الله. وصفتنا النهارده ما بتاخدش وقت خالص، هي وقتها بس في تحضير الخضار. هضيف كوسه بس والخضار اي خضار موجود عندك، بطاطس، جزر، بصل، طماطم وفلفل اخضر، واللي موجود عندك فلفل الوان ممكن تضيفي. معلقه صغيره من الثوم المهروس ومعلقه كبيره من الصلصه، رشه من السكر، وهضيف البهارات، معلقه كبيره من بهارات اللحمه والفلفل الاسود ورشه صغيره خالص من القرفه، وممكن تستغنى عن القرفه مش هنكتر البهارات، احنا مش عاوزين طعم البهارات هو اللي يطغى على الاكل. هضيف الملح واضيف اللحمه. بسم الله. اي قطعيه لحمه تضيفيها، بس يفضل اللحمه اللي بتحطها في الوصفه دي يكون فيها نسبه من الدهون. اقلب كده اللحمه مع الخضار كله مع بعضه، واضيف معلقه من السمنه، وممكن تضيفي مكعب من الزبده، ممكن تستغنى عنها خالص لو اللحمه اللي عندك فيها دهون زياده. كل المكونات اللي معايا ده اضيفها في كيس حراري. الفكره في الكيس اقفل الكيس بالقفيل اللي بيبقى معايا ده، وعشان الكيس ما يفرقعش معايا في الفرن اعمل فيه فتحتين 3 كده مع الوش. ما تنسيش الفتحتين دول عشان ما يفرقعش معاكي في الفرن. هدخلها الفرن على فرن متسخن على اعلى درجه حراره عندي. هتاخد معايا حوالي ساعتين في الفرن او على حسب قطعيه اللحمه اللي عندك. اقطع اللحمه اللي معايا مكعبات صغيره عشان ما تاخدش معايا وقت كتير في السوا. ممكن تحطها في صينيه وتقفلي عليها بورق زبده وورق فويل. ودلوقتي بعد ما طلعت اللحمه من الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ما شاء الله شكلها وشكل الخضار، والخضار مستوي ودايب واللحمه مستويه ودايبه، شايفين ما شاء الله. دي كده ممكن تقدمها مع رز بالشعريه او طحينه وسلطات وعيش. الخضار مستوي ودايب. خلاص خلصنا وصفتنا النهارده. لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.